اليوم كيف ما تبعتوا معنا كان جلسة أخرى من جلسات ديال الاستماع ديال الشهود في الملف ديال سي سعيد الناصري ومعه. اليوم كان جلسة مهمة جدا، لأنه الشاهد الذي استمع إليه اليوم تثبت لتصريحات كبيرة وتصريحات مؤثرة أثرت على مسار هذا الملف. وهذا الشاهد هو الصهر ديال سي سعيد الناصري. كتذكروا أنني خرج في مجموعة من الخرجات الإعلامية وتكلمت على هذا الشاهد وقلت أنه يستحيل هذا الرجل يقول هذا الكلام، لأنه هذا الكلام ماشي حقيقي. سبب واحد أنه ماشي هو الحقيقة. المحكمة المنقرة استجابت للطلب ديال استدعاء هذا الشاهد اللي هو سي سعيد الناصري، وسمعت له اليوم في شهادة مهمة وحاسمة وضحت مجموعة من النقاط اللي كان فيها خلاف كبير. أول حاجة طرحت بخصوص شهادة الشهيد هو أنه هذا الشهيد قال على أساس أنه كان هو المدير ديال المركب بالجنوب. لما حضر أمام المحكمة كان تصريحه واضح وحاسم، قال أنا لم يسبقني أن كنت مديرا للمركب بالجنوب. لقى شي حاجة أكثر دير مفاجأة، أنا لم يسبقني أن كنت أصلا أشتغل بالوداد. قال ما عمرني كنت خدام في الوداد. هذا اللي تقال بأنه مدير ديال مركب الوداد وكنت يتخلص من الوداد، قال أنا ما عمرني خدمت في الوداد. وهذا الشخص اللي تنسبت ليه تصريحات كترجع لسنوات 2014 و15 و16 قال أنا ما اشتغلت عند سعيد الناصري حتى 2018، وقال أنا كنت أجيرا عند سعيد الناصري ماشي عند الوداد، وأنا اللي كان كيخلصني سعيد الناصري، وأنا اللي كنت كنعمل معه سعيد الناصري، وما كنتش خدام بالمفهوم ديال الخدام. أنا كنت كنحتاج سعيد الناصري كنتعاون معاه بحكم أنني صهر ديالو في الأمور الخاصة به، كيسخرني للقضاء أو الأغراض الشخصية ديالو، كنت نمشي وكان كيعطيني الأجر ديالو. وهذا الأجر ماشي أجر ثابت فيكس، مرة يعطيني 3000 درهم، مرة 4000 درهم، مرة 5000. هذاك الشيء اللي احتاجيته كنطلبه من نسيبي. ما كنتش خدام في الوداد، كنت خدام مع سعيد الناصري. قلنا له قالوا المحكمة لا راه قلتي أنك كنت مدير. قال لي أنا في الفترة اللي كتذكروا أنني مدير أنا كنت خدام في القوات المساعدة. أنا كنت خدام في القوات المساعدة وأنا موظف ديال الدولة، وأنا في هذه الفترة اللي كتكلموا معايا فيها ما عمرني كنت في الوداد وما عمرني كنت حتى مع سعيد الناصري. 2014 و15 و16 ما كنتش تنشتغل حتى مع سعيد الناصري. قالت له المحكمة وراه تكلمتي وقلتي هضرت على شي سيارات كانوا محطوطين في المركب ديال الوداد ديال بنجلو. قال بالفعل انا كنت مني كنت نشتغل مع سعيد الناصري وكنت نجي حدا الدار كيحتاج لشي حاجه، كنت كنكون حدا الدار تمايا مني كنسالي كنمشي نريح مع الاخوه اللي خدامين تما في المركب ديال الوداد. وملي كيكون سعيد الناصري كيعيط لي كنمشي عند المركب ديال الوداد، مي انا ما خدامش في المركب ديال بنجلو، انا ما خدام في المركب. قالوا الطوموبيلات، قال لي ما ودي فعلا انا دويت على الطوموبيلات. قلت راه هذاك المركب كانوا فيه بزاف ديال الطوموبيلات ديال شركات متعدده. قال بانه كان شركات ديال كيا، طوموبيلات من النوع ديال هيونداي، طوموبيلات ديال اللعابه باختلاف الوانهم، طوموبيلات الخاسرين، طوموبيلات اللي اكسيدونتي كانوا محطوطين تما. ولكن الطوموبيلات اللي كتذاكروا عليهم التومه ديال الشينوا ديال المالي ما عمرني شفتهم، ما عمرني شفت اللي جابهم، ما عمرني شفت اللي خرجهم، ما عمرني كنت انا فاش كانوا هما، لا علاقه لي بهم. قالوا لي وها هاد الطوموبيلات راه وراتو للضابطه القضائيه وراتو شي تصاور. قال لهم هاد الطوموبيلات هاد التصاور انا ما عمرني شفتهم، وهاد الطوموبيلات اللي كتعاودوا عليهم انا ما عمرني شفتهم ولا علاقه لي بهم، ولم اكن اشتغل لا عند الناصري ولا في الوداد في هاد الفتره اللي انتم كتذكروا الطوموبيلات. فكنعتقد اليوم هذا راجل اللي قال في المحضر على اساس انه المدير ديال المركب ديال الجلو. الوداد عندنا وثائق شكون المدراء اللي دازوا المركب ديال الجلو، واعتقد ان المديريه الاداريه اللي سمعت لها المحكمه المنقره في الجلسه الفارطه كانت حاسمه. سولتها المحكمه على هذا الشاهد، قالت لها واش هذا الشخص كان خدام في الوداد؟ قالت لي انا كنت مدير اداريه، هذا الراجل ما عمره خدم في الوداد بصفه نهائيه. وهي كتقول بقيت خدامه حتى 2023، كتقول مني بديت انا في 2010 ولا مرت 2011 في الوداد وبقيت خدامه حتى 2023. هذا الراجل ما عمره خدام في الوداد، كيف اليوم يولي هو المدير ديال المركب بالجلو؟ سولته المحكمه قالت لي المستوى الثقافي، قال لي من الشهاده، وهذا المستوى الثقافي انا يمكن نكون مدير ديال المركب بالجلو اللي يتحكم في الموظفين. امور كثيره اللي تقال في المرحله ديال الضابطه القضائيه جاوا الناس تيقولوا هادشي كذوب، ما قلناش هادشي ماشي صحيح. لذلك اليوم يعني ورقه اخرى من الاوراق ديال شجره التوت التي اريد لها ان تخفي الحقيقه تسقط، حقيقه اخرى تظهر. ولكن اللي مهم بزاف هذا الشيء هذا كان سير سعيد الناصري،
واللي المفروض ان يكونوا شهود اتهام، شهود النيابه العامه اعتمدتهم في المتابعه بالتجار في المخدرات وغير المخدرات. من جا هذا السيد دوا على شي حشيش، شاف شي حشيش قال لي سعد الناصري كيدير شي حشيش. سولنا واش سعد الناصري كنتي عارفين كيدير الحشيش؟ انت كنتي اقرب الناس اللي عمرك شميتي شي حد يدير الحشيش؟ سعد الناصري كيكمل الحشيش زعما غريب. ولذلك اليوم حنا باقيين كنتبعوا هذا الملف اللي كيتعلق بالحشيش. بغينا من نهار بدا حتى اليوم يجي شي واحد يقول لنا انا شد سعد الناصري كيدير الحشيش، شدينا عنده الحشيش، لقينا في دارو الحشيش، لقينا كيدوي على الحشيش. قالوا لنا بانه سعد الناصري كان كيتصل بالناس ديال الامن وديال الدرك وديال الجيش باش يدير لزوجتك ديال الحشيش. قلنا لهم سيدي ما كاين باس، حنا ما تجيبوش لينا ناس اللي غيقولوا اي خدامنا عيط لنا سعد الناصري وخدمنا معاه. يجيبوا لنا عاشي واحد اللي سعد الناصري عيط ليه وقال لنا ما باغيش نخدم معك في الحشيش، يا شي جنرال يا شي كولونيل يا شي دراكي يا شي شرطي يا شي رجل من المخابرات يجي يقول لنا عايط لي سعد الناصري وقال لي ندوزو الحشيش وانا ما بغيتش. ماشي يقول لنا خدمت معاه، يقول لنا ما بغيتش. حاجه ما كاينه. فين هو الحشيش في اليوم؟ حنا قربنا نكملوا عامين على الحشيش، كنقلبوا على الحشيش فين كاين، ما لقينا حشيش، ما شلنا حشيش، ما جا شي واحد كيقول لنا ندير معاه. واحد اللي قال انني كنت كندير الحشيش مع سعد الناصري، نهار سولته المحكمه في الجلسه ديالو قال لي ما كنديرش الحشيش، ومني ضربته المحكمه ب 10 سنين عاودوا لي كيقول لا كنت كندير الحشيش ومع سعد الناصري. قال لي مزيان نطيق وكنت الكذاب اللي كذبتي على المحكمه وكذبتي على قضيه التحقيق وكذبتي على البوليس في ملفك ونكذبوا المغاربه كاملين. ولا واحد اليوم في المغاربه جا قال شد سعد الناصري كيدير الحشيش، بزنس معاه، باع ليا، شريت من عنده، توسط ليا، هزيت ليه، حطيت ليه، دوا معاه. ياك هذا هو الحشيش. للاسف حنا باقيين بعد عامين كنقلبوا على هذا الحشيش فين مخزون فين محطوط مع من كنا خدامين. الله اعلم. للاسف وتهل من خلال المراز راه ماشي غير انا اللي غادي نعطي موقفي، انتم كصحافه راكم متبعين معنا هذا الملف. مني بدا هذا الملف وانا كنشوف نفس الوجوه اللي متبعه هذا الملف. عمركم شفتوا شي واحد جا قال انا شفت سعد الناصري كيدير الحشيش؟ تخيلوا الفنانه لطيفه رأفت زوجة المالي اللي كيقول لك كتقول لي ما انا كنت عايشه معاه ما عمري شفت حشيش ولا عرفت الحشيش ولا سمعت الحشيش. قالت لي شي حاجه اخرى اكثر من هادشي. هاد الملاير اللي كتعاودوا على هذه قالت لي من الراجل كنت معاك وكان راجل وعنده هاد الفلوس كامله ما يخلينيش انا نضرب الليالي نمشي نخدم وهو ناعس في الدار كيضرب الشيشه. وفي الاخر انا العشاوات اللي كنت نخلص والخدامه ديالو في الاخر ما لقاوش باش يتخلصوا وانا اللي جيت خلصته. واحد الخدامه سميتها فاطمه افناني قالت لي جات عندي وكتقول لي خدمت مع عام وما خلصنيش. هذيك اللي في المحطه كتقول كتهز الملايين 200 مليون 400 مليون 500 مليون هزت الخناشه وعطاتهم شي واحد. قالت لطيفه رأفت بانه هذه الشاهده من بعد عام من تحركت جات عندي حتى للدار وكتقول لي راه ملي خليتك ومشيت خدمت مع المالي راه ما خلصنيش عام ما خلصتش الخدامه ديالو عادي يعطينا هذا الملاير. للاسف اليوم حنا ولا لازمنا نتبع هذا الملف. سعد الناصري راه في الحبس كينتظر الفرج من الله، ولكن اليوم الحقيقه اصبحت واضحه. لا اعرف من كان له مصلحه في ان يكون سعد الناصري اليوم في السجن. المغرب في حاجه لهذا الرجال، المغرب في حاجه لابنائه. سعد الناصري ومن مثلهم ما كانوا ماشي عكاشه، ما كانوا في بلايص اخرين. هذا راجل كان يدير مدينه، هذا راجل كان يسير فريق، هذا راجل كان اليوم انا نقول لكم والله العظيم مساله تؤلم. كان وقف في الشارع الضوئيه وكيجي يوقف عليا ناس كيقول لي احنا كندعيو معاه في الليل الله يفرج عليه. كنخرج من المحكمه كيجيو عندي اشخاص كيقول لي سعد الناصري كان كيخلص لنا الكرا، سعد الناصري كان كيشري لنا العيد، سعد الناصري كان كنجيبوا لي الفلوس نجيبوا لي الفاكتوره ديال الدواء يخلص لنا الدواء. هذا هو سعد الناصري، ماشي البزنس اللي بغاو في لحظه من اللحظات يتحولوا بزنس. سعد الناصري ابن من ابناء هذا الوطن. سعد الناصري كافح جا من زاكوره وقدر يوصل انه يكون على راس مدينه هي ديال الدار البيضاء. هذو هما المكافحين، هذو هما ابناء الشعب اللي خصنا ندعموهم، ماشي انه من يوصل الانسان واحد المستوى نديو العكاشه باش نتهناو منه. امتى تاجل؟ سيستمر هذا المسلسل استماع شهود اخرين. مرحبا.